كنا عم نحكي عن الأدوار البدوية، إذا بدنا نحكي عن الدراما البدوية، يعني نوعا ما القصص متشابهة، يمكن اعذرنا، ولكن البعض بيقولوا بأنه النصوص الدرامية البدوية محدودة، يعني القصص يا إما تتمحور حول العشائر والقبائل، قصص الحب والغرام، ولكن مع ذلك إحنا ما زلنا نتابع مسلسلات بدوية، ما زال في إنتاج ضخم للمسلسلات البدوية وفي قلق معين. شو تفسيرك؟ هذا السؤال مطروح دائما. تتشابه الأعمال البدوية، نفس التفاصيل، الفارس والحب والمعركة وكذا. يعني خلينا نحكي سواء كان فلاح أو بدوي أو حياة أو مودرن، يعني مدني، هناك تفاصيل بحياتنا بنتطرق لها بشكل يومي. فالبدو والحياة البادية في لهم طريقتهم مع الصباح، في لهم طبيعتهم مع التعامل مع الطبيعة. فهذه عادات وتقاليد نحن ملزمين فيها، إذا تجاوزناها أصبح غير بدوي. ففي عادات وتقاليد دائما متشابهة ما بين المسلسلات، من حيث بعض اللبس، بعض تفاصيل الطعام، بعض التفاصيل الكرم، بعض تفاصيل الشجاعة، بعض التفاصيل، فتتشابه في الشكل ولكن في المضمون تختلف. هنالك بحث دائم، خلينا نحكي يجب أن يقوم فيه بعض الكتاب وليس المجمل، في البحث الأكثر في تاريخنا وموروثنا. هناك الكثير من القصص، قصة الفارس تتناول في أكثر من طريقة. شكسبير، هاملت قدم الملك لير، قدموه على السينما والتلفزيون والمسرح وقدم في أكثر من شكل. هنا تعتمد على الرؤية الإخراجية، تعتمد على المخرج كيف يتناول العمل، كيف يتعامل مع الشخصيات والكاركترات المكتوبة عنده. لكن هي الخيمة بتشوفيها دائما لونها أسود، وهو الخربوش هي قربة المي، ولكن تناول الكتاب لتفاصيل النص أصبح يعني مقصرين في الناحية هاي. يعني إذا بدنا نحكي عن الهجن، هناك أنواع من الهجن، هناك سلالات من الهجن، هنالك هجن للركض وللسفر، هنالك هجن للسباق. فهذا إذا تطرقنا لكثير من التفاصيل في كل زاوية سنجد موروثنا كبير ومتنوع. ولكن بعض الكتاب إذا ما كانوا أكثرهم بركزوا على أنه بتناول فكرة فبتستمر 30 حلقة، رغم أنه الفكرة ممكن تكون بحلقتين أو 3 حلقات. فهذه المشكلة في التكرار اللي عم بصير عندنا.